بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الفطار بتاعنا كرشه، ما شاء الله، بياض بياض التلج واكتر من التلج كمان. بياض عسل، قشطه كده زي ما بقول. جبتها وغسلتها وشلت الدهون من ورا وشطفتها 3 4 مرات، وبعد كده هنحط ميه وعصير ليمون ونسيبها بتاع نص ساعه كده. وقشر ليمون تحطيه معاها زي ما انا حاطاه في زيوت عطريه، يعني احسن من الخل. بالنسبه لي انا احسن من الخل، الليمون انا بحبه اكتر من الخل. بعد ما شطفناها وخلصناها بنجيب معلقتين دقيق، اي نوع دقيق، ده دقيق ابيض، ممكن ذره، ممكن غله، اللي عندك. بيشد معاكي يعني الزفاره وبيبيضها اكتر، بس هي ما شاء الله مش كانت زفره ولا حاجه. بتقطعيها بقى مربعات كده بالمقص او بالسكينه، وبرضه بتعصري عليها ليمون تاني، يعني انا عصرت عليها ليمون تاني جديد. الميه طالعه نضيفه والله وحلو. بعد كده بنحط عصير ليمون تاني، تغيير اكل. احنا بقى ماما بتروح يعني مصفياها، نغسلها ونشطفها ونصفيها في مصفى لحد ما تنزل ميتها، وبننزل بيها نشوحها. في ناس بتعمل لها زي شوربه كده، يعني بتعملها معامله اللحمه والفراخ يعني، بيعملوها في شوربه كده في ميه كتير، لكن احنا بنشوحها زي كده، هي هتنزل ميه مد دلوقتي. بدنا تشوحوا فيها. بصي حتى هي لسه مش نزلت، اكتر كمان عايزه تنزل تاني. دول بصلتين مبشورين، ودول يعني راس توم صغننه او 3 فصوص كبار كده حلوين. الحاجات دي بتطعم مع التشويح بتطعم الكرشه برضه. وكمان لما ينزلوا ويتقلبوا مع الميه، الميه هتوزع ريحه التوم والبصل في الكرشه كلها، مش تبقى واحده يعني فيها توم وبصل، واحده لا. زي ما انتوا تقلبوا كده هي هتعمل الروائح اللي هي بتاعت التوم والبصل، الحاجات اللي فيه دي الجميله دي هتطعم الكرشه معاكي. انا حطيت بقى حبه قرفه بسيطه، خليت بقى البهارات للاخر عشان مش هغمق الكرشه. دي طشة توم كده احنا بنعملها، ممكن تحطي بصل مع طشة بصل، يعني تحطي بصل تقليه وتحطيه، لكن احنا بنحبها بالثوم، يعني بتاعت حبة توم كده حلوين. ده بعد ما الكرشة استوت طبعا، يعني يعني ايه 3/4 سوا كده، وهنزل انا بقى بعصير الطماطم كده. تكمل بقى سواها وتشرب من صلصة الطماطم كده، وتبقى عسل. انا بقى بصراحة زودت طماطم تاني عشان حسيت ان الطماطم بتاعتها كانت خفيفة. وجميع البهارات بقى كلها اللي عندك، بصل بودر، توم بودر، جنزبيل، قرفة، ورق لوري مطحون، وحبهان مطحون، انا بطحنه مع بعض، و... وكبابة صيني، بطحن كل الحاجات دي كلها مع بعضيها. ما شاء الله كانت بيضة قشطة منورة الطبق. وعملت سلطة، وعملت رز بالشعرية، رز ابيض، والحلو كان بسبوسة، وبلح باللبن. ما شاء الله كانت يعني أكلة خفيفة وبسيطة كده، وسهلة بالنسبة لي في الشغل، وما خدتش وقت كتير يعني.
ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.